يا اخي ما يصير. معقوله من كل هذول اللي اشتغلت معاهم ما في ولا واحد؟ مو معقول يا اخوك ما شاء الله عليهم كثرهم، بس نبي واحد يكون يعني بالصوره. ما ادري تشمت فيني شنو؟ عصام كمال مع اخذنا عصام اي عندك. اعزائي المشاهدين، ضيفنا اللي جاي ومقلبنا اللي جاي راح يكون مع المطرب الجميل والملحن الجميل عصام كمال، وان شاء الله يعجبكم المقلب هذا في عصام كمال، وكل عام وانتم بخير. اخوكم الملحن طارق العوضي. اليوم ضيفنا متميز باحساسه، متميز بصوته، متميز باغانيه، وجبرني الوقت معاه اني استضيفه في برنامج وجهة نظر. عصام كمال، يعطيك العافيه. يعافيك حبيبي. عصام كمال، راح ندش شوي مصارحه. يقولون ان المطرب عصام كمال اشتهر بانه هو مطرب مطاعم. وعندك واحد شيشه وصلاحه. ماشي، شنو بعد؟ ما ردك. لا طبعا. وين شفتني غنيت بمطعم يعني؟ لا يعني هم يقولون. إيه؟ من اللي قال؟ يعني الناس تسمع وكذي الكلام انت عارف يعني الكلام يدور. لا الكلام مو صحيح. زين، هم بعد هو بالنسبه حق المطاعم انه يقولون ان انت مو الا تغني، بس انت تغني مقابل الاكل. الحساب لو سمحت، الحساب تيل، اكلت 2 عود وواحد كمانجه. اوف قويه. اغني مقابل الاكل. اي سؤالك هذا يا اخي غريب تصدق. شلون يعني؟ زين سؤال ثاني. زين ننتقل حق انا اسف. لا يعني شلون يعني اغني؟ هذا كلام قاعد يطلع عصام. هذا كلام انه يقولون ان عصام يغني. اي مطاعم. اي انت قلت لا. انت قلت انت ما تغني مطاعم. وفي كلام ثاني يقول ان انت تغني مطاعم علشان اكل. عشان تاكل. اوكي. يعني ما تدور الماده، تدور الاكل. ابطيني يعني باختصار. شاطر. اوكي يلا. شلون شاطر؟ يعني زين انا بس بسأل سؤال. زين. على قعدتي انا وانت مو كنا طلاب؟ يا مالك يعني انا ملاحظ شوي. اي كنا ايه. زين، ايش رايك نفرفش الجو باغنيه حلوه؟ انت بعد السؤال هذا يعني جرحتني يا اخي. اغني يعني؟ يا ريت، ابي اسمع، جبرني الوقت. يا ريت. زين ايش تعطيني الحين اذا غنيت؟ اللي تبي حاط. اللي تبي. ها؟ اللي تبي. جبرني الوقت انا ارد لك، تشمت فرصة وجت لك، وانت عاد من الله تبيها، وتدري انا احبك والله احبك. تشمت فيني وتشفى، وحسابك ما يصفى، وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى، وجبرني الوقت أنا رجل. سلام. يلا وين الفلافل؟ الفلافل بعدين ان شاء الله. الفنان عصام كمال، يقولون انك سحبت الاضواء من الفنان شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم انا نفسه، هذاك فنان بروحه شعبي، وانا قاعد اغني ستايل ثاني. انا نفسه بشنو؟ قميصه ملون.
زين اوكي يعني نفسك شنو قول لي بس جاوبني. يعني انا احس ان انت نفس الستايل، يعني بجبرني الوقت بس كان ناقص ان انت تسوي كذي بس. اوكي ماشي اخذك. اوكي انا نفسه. تنافسه. منو حقق مبيعات اكثر، انت ولا هو؟ طبعا هو ليش؟ مشهور اكثر هو. بس انت ضربت بجبرني الوقت. ما ادري وجهه نظر، ما عنده اسم برنامجك اسمه وجهه نظر؟ ايه وجهه نظر. زين تحترم وجهة نظري؟ والله يعني احترم وجهه نظرك اكيد. يا اخي انت فنان جميل جدا، وانا معجب فيك جدا ومعجب باغانيك. زين ليش يا اخي سؤال انا ذبحت فيهم؟ لا هذه يعني انت لا شوف، لازم تحترم وجهة نظر الناس. ماشي وانا اكثر واحد احترم وجهه نظر الناس. وهذا انتقاد، تحترم الانتقاد ولا ما تحترم الانتقاد؟ طبعا اذا كان بناء اوكي احترمه. عموما انا وجهة نظري فيك كالاتي، ان انت فنان جدا جميل، جدا متميز، احساسك وايد حلو، عودك وايد حلو. منين يابه؟ هذا عود مساعد بلوشي استلفته منه. الله. زين تحترم وجهة نظر الناس؟ اكيد انا اغني علشان الناس. جميل جدا. اوكي ايش رايك نشوف الناس؟ المطرب عصام كمال. عصام كمال ايش رايك فيه؟ والله ما سمعت فيه. الصراحة يعني صوتها ما يعجبني، لو فكر بشيء ثاني أحسن. لو يبتعد يعني عن الفن والغنى وايد احسن له صراحه، يعني ايش قاعد يسوي بالناس يعني ما الحكي. هو سوى أغنية واحدة جبرني الوقت وبس، ما بنعرف له شيء يعني بعد. ايش رايك فيه اختي؟ صراحة هو أحسه يعني إنه ثقيل يعني هو بالتلحين إنه يلحن ويقطع بالتلحين كله يوقف، وأنصحنا يعتزل. والله هو فنان بس أشوف إنه قاعد يكرر نفسه في ألبوماته، فأنا أنصحه نصيحة لوجه الله إنه يترك الغناء ويعني يتوجه حق التلحين أحسن له. والله عصام كمال، فنان عصام كمال يعني فنان طلع بالسوق جديد، بس يعني للأسف يعني ما قام يختار أغاني صح يعني ويطلع فيهم صح. يعني خلي يغير دربه ويغير لونه يغير دربه، يشوف إن شاء الله صدق إن السوق وياه ماشي وياه حظ. إن شاء الله خلي يغير دربه، لأن المجتمع الكويتي قاعد يسمع الأغاني اللي مختارهم صح. والله فنان يعني ماشي معاه بالحظ، أنا أقدر أقول يعني كذي، يعني شغلاته تقدر تقول يعني ما فيها قيمة فنية. يعني كمغني تعبان صراحه. يعني صوت ماكو صوته يعني مو فنان كلش، يعني انا افضل انه يمثل كتمثيل احسن.